السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. شايفين بقى التورتايه القمر اللي قدامكم دي؟ التورتايه دي من كيك محروق او كيك انا نسيته في الفرن لحد لما اتحرق. طبعا انتم مش هتبقوا مصدقيني، شوفوا المنظر. الكيك ده كنت بعمله كيك عادي، ماربل كيك، كنت بعمله للولاد عشان يفطروا بيه، ونسيته في الفرن لحد لما الكيك اتحرق كده من تحت وبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا انا مش هسكت، واكيد الولاد مش هيرضوا ياكلوها كده، فقلت لا، انا لازم اغير من شكلها وكمان اخليها طريه لان هي نشفت خالص في الفرن. فقلت لا، انا لازم اطلع فكره كده اخليها شكلها لطيف بحيث ان الولاد يرضوا ياكلوها. جبت الكيك كده قطعتها 2 زي ما انتم شفتوا، شلت منها الجزء المحروق وقسمتها 2. وبعد كده جبت كوباية من المية السخنة، حطيت فيها كيس من جيلي المانجا وزودت عليه كوباية من المية الساقعة كمان. يبقى كده حطيت كوباية مية سخنة لحد بس لما دوبت الجيلي، وبعد كده زودت عليهم كوباية من المية الساقعة، وزودت كمان معلقة من السكر لاني بحس ان الجيلي بيبقى مش مسكر شوية. هقلبهم بقى في بعض كويس وبعدين هدخلهم الفريزر، وسندريلا طبعا واقفة بتساعدني. هنا انا قشرت المانجا وبعد كده هقطعها لمكعبات كده زي ما انتم شايفين. وطبعا القشر زي ما احنا عارفين مش بنرميه، القشر هشيله، هعمل منه عصير هسقي بيه الكيك. هنا انا قطعت كده المانجا لمكعبات وسبت منها جزء من مانجايه يعني كده، هقطعه كده بالشكل ده علشان ازين بيه في الاخر. كده المانجا خلصت، كده انا خلصت الجيلي، حطيته في الفريزر او في التلاجة يبرد، وكمان جهزت المانجا. بعد كده بقى هجيب طبقة الكيك اللي هي كانت تحت المحروقة دي، انا حاولت اقشرها بالسكينة شوية، اشيل الجزء المحروق، وخدت القشر بتاع المانجا ضربته مع شوية من المية كده في الخلاط وسكر لحد لما طلع لي عصير المانجا ده. هبدأ اسقي بعصير المانجا الكيك بتاعي علشان يطرى، لانه طبعا كان اتنسى في الفرن فنشف. بعد كده هحط كوبايه من الميه المتلجه، واحط معاها كيسين من الكريم شانتيه اللي هو الدريم. طبعا ممكن نستخدم الكريم شانتيه اللي هو الخام، بيبقى افضل، او اللي هو بيبقى بالكيلو. هضربهم بقى لحد لما يتقلوا مع بعض خالص، ويبقى القوام بتاعه فومي كده وتقيل، واوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هاخد بقى حبة من الكريم شانتيه وبعدين هبدأ افرده فوق الكيك اللي انا سقيته بالمانجا. هعمل كده طبقة من الكريمة، وبعد كده هحط عليها قطع من المانجا اللي انا كنت مقطعاها كحشو يعني. وبعدين هنزل بالطبقة التانية بتاعة الكيك المحروق بتاعي اللي انا كنت عاملاه، هسقيها برضو بالعصير المانجا، وهبدأ اشربه كده للكيك، خبط عليها لحد لما يتشرب في الكيك. وبعد كده هنزل بطبقة تانية من الكريمة. طبعا لو انتي مش عندك الطبق زي اللي انا عاملاه ده، ممكن تعمليه في اي طبق بايركس عندك، او تعمليه حتى تقطعي حتى وتعمليه في كاسات صغيرة. فردت تاني طبقة من الكريمة ومسحت الجوانب كده عشان ما يبقاش شكلها مش لطيف. وبعد كده حطيت الجيلي المانجا ونزلت عليه بقطع من المانجا اللي انا كنت مقطعاها، وهدخله تاني التلاجة لحد لما تجمد تماما. كده الفيديو لسه مخلصش، لسه هنكمل. بعد كده بقى الكريمة عملت بيه روزيتات كده من فوق، وحطيت عليهم المانجا اللي انا كنت مقطعاها اللي هي الدايرة، وكمان حطيت عليهم المكعبات المانجا اللي انا كنت مقطعاها. شايفين شكلها خطير مكعبات المانجا دي؟ انا بس حط عليها معلقة من العسل الابيض علشان لونها ما يسودش او يغمق. وهزين بقى الوردات او الروزيتات اللي انا كنت عاملاها دي، هزينها بكريز علشان يكسر لي اللون الاصفر مع الابيض ده ويدي لون حلو. وده كده كان شكلها في الاخر. عايزه اقول لكم الولاد اتبسطوا بيها جدا، ولا كانها كانت كيك محروق. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واكتبوا لي في التعليقات لو حصل معاكم موقف زي ده، وكمان ازاي عالجتوه او داريتوه ازاي.